زي دي هي يعني الحمد لله من الدقهلية دايما بيطلع ازمات كتير قوي. يعني انا بعتبر ان المراسل في المحافظات او الصحفي في المحافظات هو ممكن يعمل حاجات كتير اكتر من اللي موجود في القاهره. طب قولي لي بقى، خلينا نتكلم عن المراسل بعد الحوار الانبا بشوي ما نزل هو كلمك؟ انا قابلته بعدها في الاحتفاليه في عيد رسامته. قال لك ايه؟ الحقيقه هو استقبلني استقبال كويس جدا، يعني لان هو الراجل الحوار كان نازل زي ما هو قال. يعني انا ما زودتش عليه ولا. طب انت كنت وانت بعد ما عملت الحوار مع وانت ماشيه، هو كان عارف ان الحوار هيعمل الجدل الكبير ده وانت كنت اكيد ما كناش متوقعين ده. هو انا كنت حاسه ان الحوار حلو لان احنا الاسئله اللي احنا دخلنا فيها والمناطق اللي احنا اتكلمنا فيها كانت مناطق مسكوت عنها قبل كده، وهو كان صريح الحقيقه. لكن ما كلمكيش بعد كده قال لك نقلل من الحته دي نشيل الحته لا دي؟ لا خالص. موضوع ان احنا ان المسلمين ضيوف علينا ولا اخره؟ لا 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 هو ما اعترضش على اي حاجه واحنا بنتكلم. الحوار كان هو بيتكلم بحسن نيه. يعني هو الراجل كان بيتكلم. هو بعدها لما رحنا الحفله اتكلم بقى، قال لي انا ما توقعتش ان الناس واقفه لي على الكلمه للدرجه دي. انا ما قصدتش ده، ما قصدتش اقول ان المسلمين ضيوف. انا قصدت اقول ايوه بس هي نازله كده. هي نازله كده لان هو ده اللفظ. هو ده اللفظ. والمصري اليوم قالت ان ده معانا تسجيل لده، يعني معانا انهم ضيوف. الحوار متسجل. بس هو قال انا اقصد ان كنتوا جيتوا في الاول ضيوف، وقعد يحكي لي ان ازاي المصريين اول. ايوه بس ما كانتش واضحه بقى بالظبط. يعني هي ما هو لا يقصد من وراء هذا سوء نيه. لكن هو قالها بحسن بغض النظر بقى، بس هي عملت رد فعل. لكن هو اعتبر ان الاعلام كان بيسنوا له السكين على راي يعني كان مستني له غلطه ووقف له عليها. هو بيعتقد كده طبعا. هو قالها اشمعنى هو نيه. يعني اشمعنى هو؟ يمكن عشان هو يعتبر راجل مهم في الكنيسه، ويعتبر مرشح من المرشحين لخلافه البابا بعد عمران طوالو يعني. فده مخلي بعض ان يبقى اي حاجه بيقولها بتبقى مهمه. يعني اي حاجه بيقولها بتعتبر مهمه. اي حاجه بيقولها بيعتبروها الناس ان هي راي الكنيسه مش رايه منفرد. طب يعني لما الحوار نزل وعمل ضجه كبيره وبتاع، ليه ما رجعتيش تاني تاخدي التوضيح ده منه؟ الحقيقه انا قلت لهم في الجورنان ده، قلت لهم ممكن اكمل مع الراجل ده؟ قالوا لي لا. قالوا لي لا كفايه كده لان الدنيا سخنه قوي. مفيش داعي ان احنا نضغط عليها اكتر من كده. في حين ان انا كان وجهه نظري ان انا كنت المفروض ارجع له، او حقه ان هو يوضح وجهه نظره بعد ما الحوار نزل. بعد ما الحوار نزل يقول انا قصدت ده او انا ما كنتش اتوقع الزعل ده. هو حتى بعدها طلع بيان قال ان المسلمين شركاء في الوطن، وقال ان انا بحترم الاسلام والمسلمين. هو الحقيقه انا لما رحت له اكتر من مره هو كانت شخصيه سامحه، مش متعصبه بالصوره اللي هي ظهرت دي. يعني هو سمح لي ان انا اعمل تحقيق اعتقد ان مفيش حد غيره كان ممكن يسمح بيه. انا عملته معايشه للراهبات في دير القديسه دميان، بت معاهم في قلب الدير وده عمرها ما حصلت قبل كده. وهو المسؤول عن دير الراهبات. ونزل التحقيق. ونزل التحقيق هو في شهر 11 السنه اللي فاتت. يعني بس انا لما رحت قلت له الجورنال نفسه قال لي ما حدش هيوافق لك على التحقيق ده، انت مجنونه. ولا حتى الانبا بشوي هيوافق. بس لما رحت قلت له طب ليه وافق؟ يعني انت في ثقه بينك وبينه يعني؟ لا هو عن التجربه وعن الشغل هو حاسس ان انا مش حد متعصب، انا بتعامل معاه بشكل مش مسيحي ومسلم يعني. وانا لما رحت قلت له كارثه حكايه المسيحي والمسلم، ما المفروض ننساها خالص، المفروض ننساها. انا لما رحت قلت له جملتين بس. قلت له ان الاديره بيتقال عليها دايما ان هي مكان مجهول، فبيتقال عليها حاجات كتير جدا سيئه. ليه ما نخليش الناس تشوف اللي جواها؟ قال لي انا نفسي الناس تشوفها صح، لان اي حد بيكتب حاجه عن الاديره بيكتب كلام مش كويس. قلت له اوعدك ان انا اللي هشوفه جوه حلو وحش انا هقوله. وده اللي حصل. التحقيق كان ما كانش في اي تجميل.